يا مساء الفل عليكم جميعا، معاكم هير محمد عبد الحليم محاضر اللغه الالمانيه. بس هما كلمتين حابب اوضحهم للساده دارسي اللغه الالمانيه. طبعا والله انا عاذركم جدا جدا جدا. تمام، احنا تقريبا دي تاني مره بنتقابل كده جيزيشت تو جيزيشت، يعني وجها لوجه او فيس تو فيس زي ما بيقولوا في الانجليش. بس انا شايف دلوقتي ان السوق مليان مضروب. السوق مليان ناس عماله تهبد، وكل يوم بيجيني شكوى واثنين وثلاثه: هير محمد انا دفعت في المكان الفلاني او دفعت الفلان الفلاني مبلغ قد كده، والله عالم انا جبت المبلغ ده ازاي. سواء بقى ادخرته من دخلي، استلفته من حد، جبته من والدتي، من والدي. انا بتعلم بغرض ان انا عايز اخلق لنفسي كارير اشتغل من خلاله، او عايز اسافر المانيا او سبيلدونج، او عايز اسافر تمريض او. فانا نصيحتي لكل الناس: انت قبل ما تروح تتعاقد او تشتغل مع حد، على فكره حقك انت هتدفع فلوس، حقك تسال. ومع كامل احترامي، تعرف مين اللي انت هتحاضر معاه. هل هو خريج ألسن، خريج لغات وترجمه؟ انا اعرف ناس درست الA 1 والA 2 والله العظيم وشغال يقول لك انا باكل عيش. انا جالي واحد من فتره يا جماعه قال لي انا غرمت 25,000 جنيه ولقيت نفسي واقف في مكاني. والله اعلم انا جبت الفلوس دي ازاي. فانا نصيحتي ليك: شوف هل اللي انت بتدرس معاه الماني ده هو. على فكره الناس خريجه الالماني سواء ألسن او لغات وترجمه كلهم ناس افاضل على فكره، وعلى عيني وعلى راسي، وناس محترمين جدا. لكن مش عايز ان جشعك وطمعك وجريك ورا الفلوس يخليك تخدع الناس عشان تكسب شويه فلوس بس كده. انت سرعان ما هتقع، سرعان ما هتتكشف قدام الناس والرأي العام، وهيبقى شكلك وحش قوي قوي قوي. علشان تحقق هدف دنيوي وهدف مادي تخدع الناس وتلم فلوس وبعد كده تسيب الناس. مش عارف، انا بقول لحضرتك انا من فتره قليله جدا كل يوم في ناس بتشتكي لي انا دفعت قد كذا، انا رحت المكان الفلاني، واماكن اساميها رنانه قوي. قال لي لقيت اللي بتحاضر هناك كده طالبه صغيره او حد كده مستواه مش قد كده، وللاسف يا هير محمد انا مش عارف اعمل ايه، انا دفعت قد كذا. طب اعمل ايه؟ ومفيش استرداد فلوس. فانا بقول للناس كلها نصيحتي ليكم: شوف اللي انت بتشتغل معاه ده خريج ألسن، خريج لغات وترجمه، درس تربوي، اخذ دورات تدريبيه في المانيا او هنا او في جوتا اسكندريه، جوتا القاهره، في اي جوتا في العالم. ايه هي الفورت بيلدونج اللي حصل عليها؟ ايه هي الشهادات التربوي، طرق التدريس اللي انت حصلت عليها علشان تدرس الماني؟ ودي امانه ربنا هيسالك عنها. وخد بقى الانقح من كده بقى، ده شلمست الاسوأ. اه والله، واحد بياخد معايا كورس اونلاين، دكتور جراح محترم قوي قوي قوي، بياخد معايا B1. تخيل ان واحد زميلنا، يعني برضه مش هقول اسمه، وعلى فكره انا عندي الراجل قال لي هبعت لك سكرين شوتس من الكلام اللي قالوا لي، قلت له لا والله العظيم، قلت له لو سمحت ما تبعتليش حاجه. فانا بقول له، بيقول له تعالى عندي اعمل اتكلم كده سيب، يعني اعمل فيدباك على صفحتي، وانا يا سيدي مش هاخد منك فلوس، او انا هرجع لك فلوس لو ما نجحتش. وشوف وصلنا لايه، ان احنا وصلنا لمرحله ان انا بقيت انا عايز اخطف اللي عندي ده، اللي بياخد اونلاين مع ده او اللي بيشتغل مع ده، انا عايز اخطفه، اهم حاجه يجيب لي فلوس. ومن فتره تانية برضو على صفحتي او عندي على تيك توك لقيت حد داخل بيعمل اعلان عندي. فانا بسالها بقول لها ليه بتعملي كده، او انت حضرتك دي صفحتي انا، انت بتعملي اعلان عندي على صفحتي؟ بتقول لي خلينا ناكل عيش. ايه ناكل عيش يعني؟ ناكل عيش ازاي يعني؟ ناكل عيش ازاي على حساب الناس؟ يا جماعه يعني الحمد لله رب العالمين. يعني انا يعني مش عايز اقول، يعني مش عايز احرج حد او اجي على حد واقول له لو سمحت ورينا شهاداتك، ورينا مؤهلاتك، ورينا تقديراتك، ورينا دربت ايه. ده انا لما عملت ناس فاكره ايه اينس واتس فاي ونزلتهم على اليوتيوب، الناس بتهاجمني، الناس بتقول لي انت بتخرب بيوتنا. لا، انت عملت حاجه لله ربنا هيكافئك وهيجازيك. طب ما انا، طب ليه من باب اولى ما قلتش ليه انا ما ادخرتش الحاجه دي لنفسي وقلت انا خليها لنفسي، انا كده بحطها على اليوتيوب مجانا. هو انا لما بنزل اصور في الاستوديو او مراجعه الناس فاكر ان هو اينس ونزلتها كده، الناس اقسم بالله الناس في الاستوديو اللي حرام عليك الكلام ده بفلوس، وفلوس ياما قوي. بس انا مش كده، انا عملت حاجه لله خلاص هكمل فيها، لازم اكمل فيها حاجه لله هعملها خلاص. فما تجيش تقول لي النهارده يعني الناس اينس واتس فاي ويقول لك يلا هاكل عيش.
ناس شغاله يخشوا على الناس اللي بتتكلم في حق هير محمد عبد الحليم كلمتين كويسين، يقولوا طب تعالى معايا وانا هديك ببلاش. هو مش كده يا جماعه، مش كده يا جماعه. والا والله اقسم بالله، بصوا بقى، الحمد لله رب العالمين، انا الحمد لله رب العالمين، ربنا كريم وبفضل الله والدنيا زي الفل بفضل الله مع اخوكم. مش عايز اقول لك بقى طلع لي شهادتك، طلع لي تقديراتك. يعني انا الراجل الثالث دفعتي ابتدائي عام جيد جدا لغايه ترجمه، اوكي، مش عايز اقول لك بقى وريني تقديراتك، انت خريج الماني فعلا ولا هي كورسات؟ والمشكله بقى ان الاماكن اللي هي اعتمدت وبقت اساميها رنانه وصلت لمرحله ان هو بقى اسمه معروف خلاص وبقى ترند وماركه مسجله، بيجيب ناس واخده كورسات وتدرس. حرام عليكم، حرام عليكم. انت جايب ناس واخده كورسات وتدرس للناس، الله اعلم جايبين الفلوس دي منين، حصلوا على الفلوس دي ازاي، جابوا الفلوس دي ازاي، وتخلي الناس واخده كورسات وتدرس لهم. فما تخلونيش افتح واتكلم في السكه دي كده. وعيب لما اعمل لك حاجه او لما انزل حاجه. على فكره الناس كلها ناس محترمه، وبالمناسبه بشكركم اقسم بالله، اي حد تابعني على اليوتيوب استفاد مني ما استفادش مني، الف حق كلمه حلوه انا بشكره وجميلك على راسي، تمام. لكن انت داخل علشان انا دخلت المجال او انا بتكلم وما عنديش حاجه اخاف عليها ولا مستني اعمل حاجه ولا ناقصني حاجه بفضل الله، تمام. بس مش عملت حاجه الا تقول لي لا الحاجه ناقصه والحاجه محتاجه والحاجه مش عارف ايه. يا سيدي انا عملت كده، مش بدل ما اطلع لك بقول لك زي جايه الدعم انا قلت هي انا اشبك بس مش انا شلت. طب انا ممكن اطلع كده كل يوم واتعوج عليك واقول لك انا بنطق الماني احسن واحد في مصر. بس انا قدمت للناس ايه؟ الناس استفادت مني ايه؟ هسيب بعد مني ايه للناس؟ بس ده اللي انا عايز اوصله. لكن مش الناس تاخد لها كورسين وتروح بقى ايه اذا انا بنطق الماني كويس. Was ist der Unterschied zwischen hören, anhören, zu hören؟ مش كده، مش كده يا رفاق. الرحمة بالناس. والحمد لله رب العالمين، انا ربنا كرمني الفترة اللي فاتت وقطعت شوط كبير جدا، والمشاهدات بفضل الله مرة واحدة بفضل الله، لان كان في اخلاص، صدق، امانة. بس اخلاص، صدق، امانة، وما عملتش حاجة لا رياء ولا سمعة ولا ناقص شهرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وما توفيقي الا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.